اوعي تصدقي اللي يديكي مخمريه ويقولك هتعرقي مسك. عايزه توصلي فعلا انك تعرقي مسك واي عرق خارج منك تحسي ان هو كانه برفيوم، لازم تستخدمي البرفيوم بودي باودر، ومش اي نوع، دي يا جماعه من اجمل العطور. حرفيا هتعرقي برفيوم وريحتك هيبقى فيها برفيوم وريحه الاوضه برفيوم وريحه لبسك برفيوم. كل ما تحركي كده هيبقى فيه ريحه حلوه، ده اللي كل البنات عايزاه. ريحتها فيمينين جدا، لا يغلب عليها حاجه معينه، يعني ما يغلبش عليها المسك، ما يغلبش عليها برفيوم، لا ريحتها نظافه كده من نوع تاني، وفعلا تحفه مع الاستخدام. احنا كده كده بناخد شاور كل يوم، وعايزه اقول لك ان انت لما تجيبي فرشه حلوه زي دي وتحطي عليها الباودر وتحطي على تنايات جسمك كميه بسيطه، استحاله تحسي اي حاجه غير ان انت برنسس. دي الاجمل فيولا برفيوم بودي باودر، واي نوع حرفيا من اجمل هتجيبيه هيديكي ريحه تحفه واحساس جفاف كده، وبيدي للجسم احساس نعومه جسمك كده، وتخلي جسمك باودر منه وهي خفيفه جدا جدا، فهتحسي ان جسمك كده في حتة تانية. فدي من الحاجات اللي لازم تكون موجودة معاكي في جهاز العروسة وجهازك انت عامة كبنت. مش احنا اخوات وانا دايما بقولك على كل حاجة تخلي ريحتك حلوة وفل، دي بقى ليفل تاني من النظافة والتعطير. بس ما تنسيش تشوفي البوستس بتاعتي اللي بقولك فيها ازاي تعطري جسمك داخليا، فالحاجات دي لما تيجي تستخدميها مش قادرة اقولك بقى.